السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى طالعين لكم فيديو مختلف، مش فيديو معلومات عامة ولا فيديو ألعاب زي ما عودتكم. هو في طلب مننا في التعليقات، واحنا قلنا له وعدناه ان احنا هنعمل له فيديو مخصوص. تمام؟ هو واحد اسمه سامان حزمي بالانجليزي. انا مش عارفه انا بنطقه صح ولا ايه، بس يعني احيانا بيقع مني حروف كده بالانجليزي. المهم، سؤاله بقى كان بيقول ايه: كيف نصلي وبعد الحمد لله الركعة الأولى أو قبل ما نقرأ الحمد لله ندعي بهذا دعاء ونقرأ ونركع؟ كيف ممكن أحد يوضح لي؟ جزاكم الله خيرا. بص، أنا إن شاء الله بإذن الله أعمل لك فيديو عملي برضو على إيه، على حد علمي، يا رب أكون أفدتك في حاجات مش فاهماها قوي من كلامك. فلو انا فاهمه صح فانا هعرفك دلوقتي ان شاء الله كل حاجه. او دلوقتي ياسين هيصلي قدامك وهيوريك انت بتقول ايه بالظبط وبتعمل ايه في صلاتك، ويا رب ان شاء الله نكون فدناك. يلا يا ياسين. بس اهم حاجه ان انت مثلا وانت باصص هنا تفضل باصص في مصليتك، ما تبصش ولا يمين ولا شمال، وما تبصش في اي حته، تبص في صلاتك. اول حاجه قبلتك، انا قبلتي في المنزل كده، انا بصلي كده. بعديها هتقول الله اكبر، هتكبر الله اكبر. بعديها هتقرا الفاتحه، بعديها سوره قرانيه مثلا سوره الاخلاص اللي هي زي قل هو الله احد. تمام. بعد ما بنقول الفاتحه والايه القرانيه تكبر برضك وبتقول كده الله اكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. بعد كده انت عامل كده تقول ايه؟ سمع الله لمن حمده، وتعمل كده. بعد كده تقوم ساجد، تكبر برضه تقول كده الله اكبر، وتقول وانت ساجد سبحان ربي الاعلى كده، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. بعد ما بتقوم السجادة بتكبر برضه، تقول الله اكبر على كل حاجه انت بتكبر. تمام. بعد ما بتعمل كده تقول ايه؟ اللهم ثبتني على طاعتك وحسن عبادتك. تعمل كده. بعد كده تقوم قايل الله اكبر وساجد تاني وتقول اللي انا قلته لك برضه في الاول. بعد كده تقوم قايل الله اكبر، تكبر تاني وتقوم واقف بقى. نفس القصه، تقول الفاتحه وسوره قرانيه تاني مثلا زي سوره الناس عادي، ولو عايز تقول سوره الاخلاص برضه تاني براحتك. بعد كده بعد ما تقول السورتين كده الله اكبر تكبر، تقول سبحان ربي العظيم زي ما انا قلت لك. بعد كده تقوم تقول سمع الله لمن حمده، بتعمل كده الله اكبر، وتقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات. تقوم عامل كده، تقوم قايل ايه برضه؟ اللهم ثبتني على طاعتك وحسن عبادتك، وتقوم ساجد وتقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات. بعد الركعه الثانيه تقوم بقى ما تقومش تقف، لا عامل كده تقول التشهدات وما تسلمش، بس تقوم تكمل الركعه الثالثه. الركعه الثالثه بقى والرابعه بنقول الفاتحه بس، تكبر تقول الفاتحه. بعد كده بعد الفاتحه تقوم عامل كده وتقول الله اكبر. بعد كده تقوم قايل سمع الله لمن حمده، تقول الله اكبر وتسجد كده، تقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات. كده تقوم تقول اللهم ثبتني على طاعتك وحسن عبادتك. عن ساجد. وفي الرابعه في اخر سجده بتدعي بقى اللي انت ربنا نفسك يحققه لك، نفس القعده دي بس الركعه الرابعه بقى في اخر سجده خالص بقى بتقول التشهدات وتسلم اللي هي السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. بس يا رب اكون افدتكم ونصحتكم، ربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم. ولو عجبك الفيديو شيروه عشان كل طفل ما بيعرفش يصلي يعرف يصلي. جزاكم الله كل خير. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفيدوا غيركم زي ما انتوا استفدتوا من كده. تمام. انتوا بتبقوا عايزين تستفادوا من حاجات، ليه بقى مش بتعملوا لايك؟ انتوا بس هتلاقوا زرار عامل كده هتدوسوا عليه، مش هيحصل اي حاجه، هتخسروا فلوس، هتخسروا حياتكم، مش هتعملوا حاجه. انا بس بقول لكم حاجه تعملوها لنا عشان احنا نستفاد برضك. تمام. باي. جزاك الله يا ياسين كل خير، يا رب نكون افدناكم. ولو في اي سؤال او اي حاجه عايزين تستفسروا عنها مستنيينكم في التعليقات. في حفظ الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله خير حافظ وارحم الراحمين.